منقاد بالروح. يبقى 4 نقط. النقطة الأولانية خادم هدفه واضح، عارف داخل الخدمة بيعمل إيه وعايز منها إيه. خادم صح، وهنشوف صح في إيه. خادم كتابي. خادم منقاد بروح ربنا. أول حاجة خادم حسب أو صاحب هدف واضح. أي خادم منقاد أو حسب فكر ربنا لازم يكون هدفه خلاص نفسه أولا ثم خلاص من حوله. خادم حسب قلب الله يبقى خادم عنده هدف واضح، خلاص نفسه الأول ثم خلاص الآخرين. عجبني حد من الكهنة سألوه سؤال في عيد رسامته، مش عارف كان السؤال ليه ولا لزوجته، أيا كان يعني. اتسوني أو يا أبونا الفرق ما بين قدسك قبل الكهنوت وبعد الكهنوت، ويعني الكهنوت فرق معاك في إيه، أو كزوجة أبونا الكهنوت فرق معاك في إيه؟ قال لهم الكهنوت دايما يدفعنا للتوبة. الكهنوت دايما يدفعنا للتوبة. يعني لو يكون في حياتي فيها حاجة غلط ما اقبلش أبدا إن التوب اللي ربنا لبسوني يدنس، فلازم أدور على توبتي. وده اللي أكتر حاجة استفدناها من الكهنوت. فخادم حسب قلب ربنا لازم تعرف إن أنت مدام خدت لقب خادم يعني خدت دينونة زيادة، فأنت ستحاسب عن نفسك وعن النفوس اللي أنت قلت لربنا أنا أقدر أجيبهم لك للسماء. فأنت ستحاسب عن خلاص نفسك أولا ثم خلاص الآخرين. خادم بحسب فكر الله يبقى المنطقي جدا ما ينفعش يبقى خادم بحسب فكر العالم. إن كان العالم بيمشي بالفهلوة والشطارة، ما ينفعش الفهلوة والشطارة دول يكونوا أسلوب خادم في الكنيسة. ما ينفعش خادم يكون ذو رأيين. يعني إيه ذو رأيين؟ حتى سفر الأمثال يقول رجلا ذو رأيين متقلقل في طرقه، يعني ملوش طريق ثابت، حسب الظروف ما توديه. حسب الظروف ما توديه. خادم ما ينفعش يبقى ماشي بمبدأ الخصام أو النميمة أو البحث عن الألقاب أو إن أكسب الناس بأدوات العالم. المهم إن أنا كسبت الناس، المهم الاجتماع عندي يشغي، مش مهم إزاي الناس دي جت. حلو إن أنت جبت الناس الكنيسة، بس جبتهم إزاي وعلى أي أساس وأي هدف؟ ما أنا ممكن أقول للناس هوزع عليكم كل واحد 1000 جنيه، أنا ممكن ألاقي عدد مهول جوه الكنيسة. ما أنا ممكن أقول للناس لو جيتوا هطلعكم رحلة للأقصر وأسوان 15 يوم هدية ببلاش، أكيد الكنيسة هتشغي. يبقى ما ينفعش إن أنا أجيب الناس بأهداف العالم. لازم تعرف إن الله يريد إن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. يبقى لازم الموجودين دول يكونوا يعرفوا الحق، يكونوا ناس حقانيين. هو ده اللي ربنا عايزه، الناس اللي جايه الكنيسه دي تعرف فين حق ربنا. اكتر خدمه بنلاقي فيها مشكله ما بين خادم بحسب قلب الله وخادم تاني بيعمل في الخدمه فقط، يمكن بتظهر قوي في خدمه النظام. نعمل كشافه او نعمل لجنه نظام، عنده استعداد يمشي النظام على رقبه الناس. يعني محدش يقعد هنا، يعني محدش يقعد هنا، همشي واسيب الكنيسه، امشي وسيب الكنيسه. طب يعني انا مش هاجيلكوا كنيسه تاني عنك ما جيت، مش مهم، المهم النظام يمشي. المهم ان انا في اليوم اللي امسك فيه النظام الكنيسه ترمي الابره ترن. على حساب مين؟ على حساب اي حد، مش مهم. هو بيطبق النظام مش حسب قلب الله. مش فرحان قوي ان الناس جت، مش مبسوط. يعني مثلا نلام اكتر كارثوذكس عن بقيه الطوائف ان الشخص الجديد اللي يخش كنيسه تلاقي يجد ترحيب شديد. يمكن لما عملنا الفكره دي هنا في الكنيسه الناس استغربتها. انا اتقال لي كده من حد، قال لي عمري ما شفت اللي انتوا بتعملوه في كنيسه ارثوذكسيه، ان انا لمجرد ان انا غريب ودخلت الكنيسه كلكم اتلمتوا عليا، اسمك ايه، من كنيسه ايه، طب تليفونك، وتتصلوا بيا وكمان وتفتقدوني. قال لي الكلام اللي انتوا بتعملوه في الكنيسه المرأة المصريه ده ما بيتعملش في الكنيسه الارثوذكسيه، شفناه في الطوائف، شفناه عند الطوائف كويس قوي.
بيعرفوا يعملوه بجداره كمان وممكن احسن منكم كمان. لكن ارثوذكس يهتموا بالنقطه دي يعني من نوادر. لازم الخادم يكون هدفه ان يطلع قيادات من تحت ايده، ما يقعدش طول عمره مقبت في الامانه وطول عمره مقبت في القياده. مش شطاره ابدا ان انا افضل امين خدمه مدى العمر. مش شطاره ابدا اكون انا امين الخدمه الاوحد. طب لو انت غبت الخدمه تقع، انا اعمل ايه بس يعني؟ معلش ظروف يعني قاسيه خلتني ما قدرتش اجي الخدمه، في خدمه وقعت. لا، ما انت مش شاطر. هو اعتقد ده الشطاره منك ان الناس اللي تحتك مش عارفين يشتغلوا من غيرك. دليل ان انت يا اما اخفيت عنهم بعض المعلومات، يا اما انت ما بتفوضهمش، فبالتالي هم مش متعودين على القياده. ودي مش شطاره ابدا ان انت مش موجود فالكنيسه تقع، او انت مش موجود فالخدمه تمشيش. بالعكس، الشاطر هو اللي يطلع قيادات من تحت ايده، يخلي الناس تعرف يعني ايه تقود. دايما اقول الجمله دي للسكرتاريه عندي: اعتبروا ابونا مش موجود، هتمشوا الكنيسه ازاي؟ اعتبروني مش موجود، مش لازم كل حاجه فين ابونا، نشوف راي ابونا. لا خلاص، احنا حطينا سيستم، حطينا نظام اتفقنا عليه، ابونا موجود ابونا مش موجود النظام يمشي. مش لازم في كل حاجه نرجع ايه لابونا. ده اسمه تفويض. انا مفوضكم تديروا الكنيسه في بعض الشؤون، خلاص يبقى سواء ابونا موجود ابونا مش موجود، ديروا الكنيسه زي ما حاطين سيستم وزي ما متفقين على نظام معين. زي ما قلنا من شويه، هدف الخادم خلاص نفسه وخلاص من حوله وبالاحرى اهل بيته. صعب قوي 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 يكون خادم وصاحب كلمه واقف بيوعظ وبيروح ويجي وعنده بيته خربان، عياله مش بتوع كنيسه، زوجتي مش بتاع الكنيسه، زوجي مش بتاع الكنيسه، بالاولى احرى بيته، بالاحرى اهل بيته. لازم اخدم بيتي، لازم اخدم اورشليم بعدين اروح الامم. قال للتلاميذ كده: ابقوا في اورشليم لحلول الروح القدس. خليكم في اورشليم الاول، اخدموا اورشليم الاول، الام، وبعد كده كرزوا بره. اكرز الاول جوه بيتك، اكرز ابوك وامك واخواتك وعيالك، دول مهمين جدا لان دي هتقدم حساب وكاله عنهم. وبعد كده شوف الناس على قد طاقتك. انت مش مطالب بخلاص كل الناس. ربنا بيفرح بالكارز وبيفرح بالانسان اللي بيخلص الناس اللي حواليه، لكن انت مش مطالب بدم كل الناس اللي حواليك، لكن انت بالاحرى مطالب باهل بيتك. فلازم ادور على اهل بيتي. يبقى اول نقطه اتكلمنا فيها: خادم هدفه واضح، خلاص نفسه، خلاص الاخرين، وبالاحرى اهل بيته. خلاص نفسه، خلاص الاخرين، وبالاحرى اهل بيته. النقطه الثانيه: خادم صح. خادم صح ده ممكن نلخصها، طبعا هو صح في حاجات كتير، لكن نكتفي بنقطتين: صح في الصلاه وصح في الحب. لازم خادم يكون عنده قلب واسع ومحب، قلب واسع ومحب. ولازم يكون خادم مصلي. ما ينفعش تخدم الناس وانت بتصليش. هتديهم ايه؟ عندك ايه ممكن تديهولهم لو انت خادم مالكش علاقه بربنا؟ انت المفروض نقطه الوصل، انت الكونكتور بينهم وبين ربنا. لما انت ذات نفسك كونكتور بايظ، مش موصل بربنا، هتفيد المخدومين في ايه؟ انت ممكن تديهم ايه لما انت علاقتك بربنا اصلا مقطوعه؟ ده المفروض هو جاي يشوف فيك صوره المسيح اللي ما شافوش، جاي يشوف فيك ريحه المسيح اللي ما شمهاش. مش قال انتم رائحه المسيح الزكيه؟ فلازم يجي يشم فيك ريحه المسيح، لازم يجي يشوف فيك صوره المسيح. ده ما حصلش، يبقى اذا هو مش جاي يشوف خادم، جاي يشوف حد تاني، جاي يشوف صديق. والله اعلم بقى هيوصله السما ولا مش هيوصله. لازم يكون عندك حب وعندك صلاه. ما بندورش على الخادم اللي عنده امكانيات، لان لو عنده صلاه بس كل حاجه هتسخر ليه. يعني ممكن خادم يكون شاطر قوي وذكي قوي ولبق وبيعرف يتكلم كويس، بس مفيش علاقه بربنا. سنجا يرن، نحاسا يطن، صوت على الفاضي، تأثير مفيش تأثير. ليه؟ مش متوصل بربنا.
عشان كده بولس الرسول بيحذرنا من الناس اللي بتركز في المواهب وبعيد عن الصلاة. يقول كده: اتبعوا المحبة ولكن جدوا للمواهب. يعني عايزين تجدوا للمواهب وتدوروا عليها، دوروا، بس اولا اتبعوا المحبة، وبالاولى ان تتنبأوا. ده في صح 13. بصوا في صح 14. في صح 13 يقول لهم ايه: وان كانت لي نبوة، لو كنت بتنبأ واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليس لي محبة فلست شيئا. عملت كل حاجة في الدنيا، كل حاجة في الدنيا، نبوة وإيمان ونقل جبال، عملت معجزات. عشان كده دايما نحذر شعبنا وانتوا خدام: ما تجروش ورا المعجزات. كان راح لابونا فلان عشان بيعرف الغيب، راح لابونا فلان عشان بيشفي امراض، راح لابونا فلان عشان بيخرج شياطين. انت مالك؟ انت دور على اللي يديك المسيح، مالكش دعوه بالمواهب، مالكش دعوه، ما تدورش عليها. بولس الرسول بيقول كده مش انا: لو كان لي نبوه ولي ايمان انقل الجبال وليس لي محبه فلست شيئا. ده قال حاجه تانية: وان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه. يعني عندي لسان ملائكه، بتنبأ، بقول نبوات، وليس لي محبه فقد صرت نحاسا يطن وسنجا يرن. ماليش لازمه يعني، حاجات كده بتفرقع صوت وخلاص، ماليش اي لازمه. فين المحبه؟ مفيش. حتى لو عندي معجزات، حتى لو عندك معجزات، حتى لو بتعلم الغيب، حتى لو بعلم الغيب، حتى لو بأقيم موتى، حتى لو تقيم موتى. ده الكلام اللي قاله الانجيل على فكره، المسيح قاله بفمه القدوس: لسنا اخرجنا شياطين باسمك؟ اذهبوا عني يا ملاعين اني لا اعرفكم. خرجوا شياطين باسمه وابعدوا عني يا ملاعين؟ قال عادي. يعني ممكن ربنا يدي الموهبه لشخص يعني ما يكون عليه اقاويل، ممكن عادي. ده الكتاب اللي بيقول كده مش انا. امال احنا القداسه ما مفهومها عندنا ايه؟ هنجيلها كمان شويه. القداسه مفهومها تطبيق وصيه ربنا في حياتي، ويمكن هجيلها كمان شويه. يوحنا المعمدان اللي المسيح بنفسه شهد له، اللي المسيح بنفسه شهد له، ما عملش معجزه. مش قال عنه خير مواليد النساء؟ ده كان كل شويه يمدح يوحنا المعمدان، ما عملش معجزه. مفيش معجزه عملها يوحنا المعمدان. ومع ذلك فالمسيح بفمه القدوس شهد له انه خير مواليد النساء. قال: من اعظم من يوحنا المعمدان؟ مين اعظم منه؟ ده حاجه عظيمه جدا. ده المسيح اللي بيشهد له انه عظيم. ده الملائكه قالت له يدعى عظيما. مش حاجه قليله يوحنا المعمدان ما عملش معجزه. عشان كده الشعار اللي دايما قداسه البابا بيحبه: المحبه لا تسقط ابدا. خليك خادم محب بتقدم محبه. الخدمه غسل ارجل، الخدمه حمل اثقال الناس، تشيل عنهم. لك احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا من ناموس المسيح. لو حملتوا اثقال بعض، شلتوا او تممتوا ناموس المسيح. هو ده المهم، هو ده المهم في الخدمه، ان انا احمل اثقال الناس، ان اقدم محبه. ثالث نقطه: خادم كتابي. اوعى ممكن تعرف ان انت تخدم بعيد عن انجيل، مستحيل. امال انت بتكرز بايه؟ انت المفروض خادم على درجه كارز، بتكرز بالانجيل. لو انت خادم ما بتقراش في الانجيل، امال بتخدم بايه؟ احنا مش شؤون اجتماعيه يا جماعه. هدفنا نودي الناس للدكتور ونجيبهم للدكتور، نجيب لهم علاج، نجيب لهم لبس، نجيب لهم اكل. الرسل لما جم يقسموا الخدمه، قال لك لا، احنا نعين 7 شمامسه عشان يقوموا باحتياجات الناس، عشان احنا نتفرغ للوعظ والكلمه. لا، دي ليها ناسها. الناس ليها احتياجات نسدها عينينا، لكن ده ما يضيعش الهدف. احنا هدفنا في الخدمه الاساس هي الكلمه والكرازه والانجيل. اوعى تخلوا الخدمات التانية تضيع الهدف الاساسي من الخدمه. دايما نقول للناس كده: احنا مش مؤسسات اجتماعيه. احنا مش هدفنا ان احنا نودي الناس ونأكل الناس ونلبس الناس. من باب الرحمه، من باب المحبه، من باب رعايه الفقراء اللي المسيح وصانا عليهم، بنعمل ده. لكن ما تنسوش ان الكنيسه اساس خدمه الكلمه، كرازه الانجيل. اذهبوا واكرزوا الى العالم اجمع.
هي ده هدف الخدمه، ده الكرازه. خادم مش انجيلي، خادم يعني اهدافه مش واضحه. ازاي هتخدم وانت مش منقاد بقصص الاباء؟ تعرفش ان ابونا ابراهيم ساب بيته وعشيرته واهله وراح لمجرد ان ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك الى الارض التي اريك، وانت مش عارف ان ابونا ابراهيم عمل كده؟ امال هتكرز بايه؟ لما يجي حد يقول لك انا ابونا ايه رايك، انا هسيب اهلي واسيب دنيتي واسيب كل حاجه من اجل المسيح، تقول لا لا غلط غلط ما ينفعش، انت مش انجيلي. ما اقول له ده ابونا ابراهيم عمل كده، ابونا ابراهيم عمل كده. يقول يا ابونا اخدم، ده انا خلاص سناني اتخلعت وشعري بقى ابيض، اخدم يا ابونا ما كان خدمه زمان. اقول لك تصدق ده موسى خدم وهو عنده 80 سنه، ما ربنا دعا للخدمه وهو عنده 80 سنه. تيجي مثلا عيل في اعدادي ولا في ثانوي، يا ابونا اللي هتنزله خدمه ده يا ابونا ده لسه عيل بشورت. اقول لك طب ما ربنا دعا ارميا وهو جنين، قال له قبلما خرجت من الرحم صورتك، دعاك نبيا للشعوب. يعني لسه جنين في رحم امه ودعاه نبيا للشعوب. حتى لما جاي قال له يلا يا ارميا اكرز، قال له رب اني ولد، لسه عيل، ملهاش سن ملهاش مبدأ. دعا العيل الصغير للخدمة ودعا الشيخ الكبير للخدمة. طب هعرف ده منين؟ اعرفه من الكتاب المقدس، خادم انجيلي. عشان كده بقول الكتاب بيقول لنا كده، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجل رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. الخادم ده اللي متعلم، اللي دارس الانجيل كويس، صاحب رب بيت، عنده بيت كده، عنده كنز، كل اللي يسأله يديله حتة من الجديد وحتة من القديم. ايه الجدد وايه العتقاء؟ الجدد العهد الجديد، العتقاء العهد ايه؟ القديم. كنزه، سمى الكتاب المقدس كله كنز. والراجل اللي قاعد في البيت ده يخرج من كنزه اللي هو الكتاب المقدس جددا وعتقاء، حاجات جديدة وحاجات قديمة. الجدد هو العهد الجديد والعتقاء هو العهد القديم، الاثنين نافعين للتعليم. مزمور 45 يقول لك كده، تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وانجح واملك. ايه السيف؟ قال لنا عنه بولس الرسول، سيف الإيمان، سيف الكلمة. بولس الرسول قال عليه سيف الإيمان، وفي الرؤية قال عليه الكلمة. ليه؟ لأن اللي شافه يوحنا الرائي خارج من فمه إيه؟ سيف ذو حدين، يعني الكلمة كمان سيف والإيمان سيف. استله يسحبه وانجح واملك. يملك على إيه؟ يملك على قلوب الناس بكلمة ربنا. تشبيه جميل قوي ممكن يعجب الستات. بولس الرسول شبه كل الخدام رجالة وستات بالمرضعة، رجالة وستات، قال لهم انتوا شبه المرضعة. نعمل ايه يا بولس؟ تاكلوا كويس كلام ربنا، تدولهم في اللبن العديم الفساد العديم الغش، لبن ينفع للأطفال. انت تاكل الدسم بس تدي الطفل ايه؟ لبن. تلاقي الام يقول لها ايه؟ انت بترضعي، اتغذي كويس، تاكل لحمه وفراخ ولبن تديها. بس الطفل لو كان الاكل اللي هي اكلته دي يموت، لكن هي تديله صدرها يديله لبن، سبحان الله، في كل اللي هي كلته، في حاجات ما تتعبوش. بولس الرسول قال كده، الكلام ده تلاقوه في تسالونيك الاولى اصحاح الثاني. قال لهم كلكم كالمرضعات لاولادها، او كونوا كالمرضعات لاولادهم. كله كويس، اتملوا قوي من انجيل ربنا، وادوا للعيال اللي هم المؤمنين الصغيرين الايمان على قد ما ايه؟ ما يقدروا. وزي ما قال لارميا، لذلك هكذا قال رب إله الجنود، من أجل أنك تتكلمون بهذه الكلمة هنذا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا لتأكلهم. قال لأرميا كده، هخلي كلامي في فمك زي النار والشعب ده زي الحطب. النار تخرج من بقك تاكل الحطب. تاكل مش يعني تمحيهم ولا تأذيهم، تاكلهم يعني تحط لهم ايه؟ غيرة. قال لك انت تنملي بكلمة ربنا
فتبقى عامل زي التنين كده، تطلع نار من بقك، ياكل الشعب اللي قدامك، ياكل قلوبهم بكلمه ربنا. خادم انجيلي. رابع نقطه والاخيره، خادم منقاد بالروح. اوعى تكون شغال من دماغك، اوعى. خادم شغال من دماغه، خادم يودي نفسه ويودي الخدمه في داهيه. اوعى. خادم شغال كما يريد ربنا، ده خادم ربنا شغال بيه حلو قوي. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ دايما تقول لربنا كده، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ انت عايز مني ايه؟ ايه طلباتك مني؟ انا اعمل اللي انت عايزه. زي ما قلت من شويه، القداسه مش معجزات. خادم منقاد من الروح يعني خادم قديس، بس مش لازم تعمل معجزات، مش لازم تقيم موتى، مش لازم يكون عندك معلومات عن الغيب خالص. قداسه انسان عايش حسب اراده ربنا، لان ملكوت الله ليس بكلام بل بقوه. عندك قوه جواك بتعلم بيها الناس، عندك قوه جواك بتخدم بيها الناس. عشان كده القوه اللي جواك دي هو اللي ربنا عايزها. فتقوى انت، ده بولس بيكلم تيمساوس، فتقوى انت يا ابني بالنعمه التي في المسيح يسوع. يقول انا عايزك تبقى جامد كده وتبقى متقوي بنعمه ربنا، هو دي الخدمه اللي تنفعك. زي ما قلت من شويه، موسى اشتغل وهو عنده 80 سنه. ليه؟ كان خادم منقاد بالروح. في سفر المزامير كده داود بيقول كده، جعلت الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني فلا اتزعزع. ربنا سندني فانا بشتغل كويس. ما دام ربنا شغال معاك تعرف تشتغل كويس. وعشان ربنا يشتغل معاك وتبقى انسان قديس، لازم تراعي حياتك الروحيه كويس، وهتكون خادم وما بتعترفش. بس ابونا هيقول عليا ايه؟ هو الخادم وبيعمل وبيسوي. يا حبيبي ربنا هيقول عليك تائب، مش هيقول عليك ان خاطي. منطقي والطبيعي ان ابونا لما تقول له على خطيه ونفسي ابطلها او بطلتها، هيقول عليك الله انسان تايب. مش هيقول الله يعني في انسان وحش بيعمل خطيه. امال من منكم يبكتها على خطيه؟ مين يقدر يبكت انسان على خطيه؟ ما احنا كلنا خطاء، كلنا تحت الضعف، وكلنا صعبين. مين ممكن يبكت انسان على خطيه؟ ولا ابونا نفسه يقدر يبكت انسان على خطيه. لكن الله او ابونا سيجد فيك انسان تائب، مش انسان خاطي. انسان مهتم باعترافه، مهتم بتناوله، مهتم ان مفيش حاجه يكون في ضعف في حياته، ما يكونش في حاجه كده ماليه قلبه وعامله غصه جواه ومنعاه بعلاقته بربنا. ياما في حاجات ممكن الشيطان يرميها جوه قلبك، تبقى حائل بينك وبين ربنا، تبقى صداق، تبقى صداق، تحس ان منعاك تقرب من ربنا. ليه؟ الشيطان شاطر قوي في الموضوع ده، شاطر قوي. يحب كده يرمي في طريق الانسان حاجات كتيره قوي 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 تمنعه عن انه يقرب من ربنا، يفضل بعيد لغايه ما يعرف يكعبله اكتر. هو بس يامن المسافه بينك وبين ربنا، ان انت ما بتقربش قوي. بس انت لو قربت واتحدت بشمس البر تحرقه. وعايز دايما يخليك بعيد لغايه ما يعرف يكعبلك في موضوع فتبعد خالص. اوعى تفتكر الشيطان بيبقى راضي ان الانسان يتارجح ما بين الفرقتين، شويه مع ربنا وشويه بره. لا، هو بيسيبه يتارجح بس لغايه ما يلاقي له حاجه كده حلوه يكعبله فيها ويزيحه خالص من سكه ربنا، فيبقى ضمنه ان ده هلك. الشيطان ما يرتاحش غير لما يجيب داخل الانسان. اوعى تفتكر الشيطان بس بيرمي لك خطيتين ثلاثه في سكتك وبيسكت خالص. الشيطان ما بيهدلوش بال غير لما يدرمغ الانسان ده خالص، يكسحه. ومع ذلك ربنا ما بيسيبوش، والدليل ان جاب لنا قصه المفلوج اللي بقاله 38 سنه مطروح. فده كان رمز للانسان اللي متكسح خالص، انسان متكسح، الشيطان كسحه. خادم يكون مراعي سلوكه، مراعي سلوكه ومراعي كلامه. مش يومين عيد وما تاخدش يعني، ما تبقاش بقى كده متشدد، ده يومين عيد وبتاع وحب يفرفش. لا، ما هو انت لو عايز برزو رأيين هتبقى كارثه. لو انت بتقوله للعيال او اللي بتعمله في الكنيسه غير الحياه الخاصه اللي انت بتعيشها، يبقى انت انسان ذو رأيين. لو انت بتكلم الولاد عن القداسه والصلاه والمفروض نكونوا محتشمين، لكن في الافراح بتنسى الحشمه، يبقى انت ذو رأيين.
لو انت بتتكلم الولاد ان احنا لازم نكون نتكلم مع بعض بطريقه كويسه، ولازم نكونوا حلوين وولاد بابا يسوع، ولازم ما نضربش بعض وما نزعقش لبعض ونشتمش بعض، لكن انت كخادم لو خادم تاني حكي لك في مناخيرك تمسحه، يبقى انت ذو رأيين، فيبقى انت مش عايش حياه القداسه، لان انت ذات نفسك مش قادر تكون قدوه. لان انت لما بتتحط في نفس الموقف اللي انت واعظ عنه الولاد، بتعمل يعني اللي الولاد ممكن ما يعملوهوش. يعني ممكن الولد اخره يصغد اللي جنبه، يشتمه، وبعد كده بياخدوا بعض بالحضن ويصالحوهم. لا انت بقى بالعكس، ده انت بتصغد وممكن تشتم وتقطع بالسنين. فهل انت بتراعي سلوكك ولا ما بتراعيهوش؟ يبقى نراجع النقط تاني عشان ما ننساش ونختم العظة. اول نقطة، خادم صاحب هدف واضح، ألخصها لك: خلاص نفسه ومن حوله، وبالأحرى أهل بيته. النقطة التانية، خادم صح مركز في صلواته وحبه للناس. من غير الاتنين دول هيبقى خادم غلط. خادم كتابي، مفيش خدمة من غير إنجيل. مفيش خدمة من غير إنجيل. في كل صور القديسين للآباء المعلمين في الكنيسة، الرسام القبطي ركز إن يكونوا ماسكين إنجيل في إيديهم. ليه؟ عشان هو خادم إنجيل، دايما كده يحط إنجيل في إيد القديس. ليه؟ لأنه كان يحيا حياة الإنجيل. انت كمان المفروض بعد هكذا سنين من العمر، ربنا يديك طول العمر، نرسمك كده في ايقونات الكنيسه وانت ماسك انجيل. رابع نقطه والاخيره، خادم منقاد بالروح، عيش حياه القداسه. انسان قديس بتعيش كما يقول الروح القدس بداخلك: قد راينا وروح الله. دايما بولس كان يقول كده، ربنا قال لنا واحنا اجتمعنا، فروح ربنا وافق على اللي احنا قلناه فعملناه. وفي حته تانية قد منعنا الروح، يقول لك: فرأيت انسان مقدوني ومش عارف شفت كنت رايح المقدونيه لكن منعني الروح. الروح القدس اللي جواه قال له: لا ما تروحش مقدونيه. فما راحش. ليه؟ منقاد بالروح. كان ممكن يقول: لا ليه؟ ما هي جنبي، ما خلصها بالمره. ايه بقى وجع القلب ده؟ ما انا خلاص بيني وبين اليونان خطوه، ده انا هعدي يبقى خلصت اليونان وابقى ارجع تاني. ايه اللي وجع القلب ده؟ هو الناس دي مش حاطه ليه خط سير كويس؟ لا خالص، ما قالش كده. الروح القدس منعه، ما كملش، رجع. شغال بروح ربنا، مش شغال عشوائي، مش شغال حسب هواه، حسب مزاجه، حسب ميوله، حسب ما روح ربنا يرشده. ارجوك كمان في خدمتك ابقى اسال ربنا: يا رب انت عايزني في الخدمه دي ولا مش عايزني؟ طب انا خدمتي مرضيه بالنسبه لك ولا مش مرضيه؟ اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ دايما اسال ربنا، تلاقي ربنا بينور لك. كتير منا بيبقى في خدمات وبيئن منها، واحيانا بيئن من الشعب. اوعى تفتكر موقف موسى من اكتر من، احنا بنتكلم في حوالي 3000 سنه، ادي 2000 وكان قبليها هو موسى ب 2000 تاني 4000 سنه. الموقف اللي قال لموسى: يا رب هل انا خلفتهم ونسيتهم؟ وراح قال لربنا كده، قال له: يعني يا رب اللي انت عامله فيا ده، انا ما خلفتهمش ونسيتهم. خلاص زهقت من الشعب اللي انت كل شويه تقول لي خلاص ارحمني، ده شعب صعب قوي، مش عايزهم، خلفتهمش ونسيتهم. كلنا بنقول كده على فكره. كنا نيجي فتره من خدمه كده نقول: ما خلفتكمش ونسيتكم انا بقى، ما تبعدوا عني. نفس الموقف بتاع موسى ده بيحصل معانا كلنا. وانا اولكم نيجي فتره من فترات كده في الخدمه يقول: لا انا زهقت، مش مستحمل الناس دي. بس نرجع نفتكر ان ربنا اشتغل بموسى حلو، وانه عشان سمع كلام ربنا بقى موسى حاجه كبيره قوي بني اسرائيل. مين يتخيل ان بني اسرائيل لغايه المسيح يفتخروا باثنين، بموسى وداود وابراهيم. ثلاثه دول كانوا دايما يقول: احنا اولاد ابراهيم كما قال موسى، واحنا اولاد داود. هم ثلاثه في كل تاريخ بني اسرائيل اللي على مدار 3 4000 سنه. كل ما كانوا يتكلموا ايام المسيح يتكلموا عن ثلاثه. لو جابوا سيره الناموس والشريعه يجيبوا سيره موسى. لو جابوا سيره على الاصل والنسب يقول ابراهيم. لو جابوا سيره على الملوك يجيبوا داود. ثلاثه هم بس اللي يجيبوا سيرتهم. تخيلوا بقى موسى اللي بيفتخروا بيه ده، مش عارف بعد كام الف سنه كانوا مطلعين عينه في البريه.
كل شويه يقولوا هو انت جايبنا في البريه عشان تموتنا؟ ما كنا قاعدين على كدور اللحم. مش عارف كدور اللحم ايه اللي كانوا قاعدين عليها، نسيوا ان كانوا بيعجنوا الطينه برجليهم. يقولوا كنا قاعدين على كدور اللحم في مصر، جايبنا تموتنا في البريه؟ طلعوا عينه. يطلع فوق الجبل يوم بيعبدوا عجل ذهب، ولا كانه قال حاجه، ولا كان ربنا عداهم البحر، ولا كان في حاجه حصلت. ومع ذلك الراجل خدمهم لاخر نفس في عمره. فمهما كانت الخدمه فيها عقبات هو مكمل. ليه؟ خادم قديس منقاد بروح ربنا. ربنا عايزنا اكمل، وانا تعبان هكمل. مش ماشي برايي، ماشي بروح ربنا، منقاد بروح ربنا. نتمنى ان ربنا يدينا كلنا ان احنا ننقاد بروحه. ولربنا المجد دائما ابدا.